تعالوا النهارده نعمل حواوشي. الحواوشي ده الاكل كله بينزل في معدتي، لكن الحواوشي ده بينزل في قلبي من جماله بقى، بعشقه. بعشقه فعلا، يعني ان شاء الله بعد ما تجربوه بطريقتي ان شاء الله هيبقى اسهل اكله بتعملوها في الدنيا. يلا بينا نبتدي الفيديو. هنحتاج كيلو لحمه. طبعا كيلو لحمه يا ريت تكون فيها نسبه دسم يعني. وكيلو اللحمه في الحواوشي بياخد نص كيلو بصل، ده بقى ميزه الحواوشي، نص كيلو بصل مع طماطميتين مع 3 4 فلفلات حلوين كده، لان الحواوشي لازم يبقى حراق بصراحه شويه. ممكن طبعا تستخدمي فلفل رومي مش حراق لو انت مش بتحبي الحراق، بس طبعا يفضل ان هو يبقى حراق، لان هو الحواوشي من حلاوته ان هو يبقى حراق. وده بقى ميزه الحواوشي، ان فعلا الكميه بتبقى كبيره، يعني كيلو اللحمه هيعمل لك 20 25 رغيف وممكن اكتر والله. نبتدي بقى نضرب البصل والفلفل والطماطم مع بعض. بصوا ما شاء الله عامل لي كميه ازاي، ويا جماعه ما تقوليش ان الكميه دي كبيره، لا مش كبيره ومش هتبان في وسط اللحمه، وانا متاكده من اللي انا بقوله لك. بالعكس، البصل والخلطه دي بتطري لك اللحمه وبتخلي طعمها معسل جدا. نبتدي بقى نخلطهم على اللحمة، ونبتدي بقى نضيف البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وشطة. انا مش عايزة اكتر من كده. عندك معلقة صغيرة كزبرة على معلقة، على يعني مع نص معلقة كزبرة على كمون. لو عندك بهارات حواوشي انت واثقة فيها استخدميها. انا بصراحة كنت بستخدم بهارات بتاعت شركة معينة، بس هي دلوقتي مقاطعة فانا مش بستخدمها الحقيقة. بس بتبتدي بقى تقلبي بقى الخلطة دي كويس، تدهنيها كده يعني تعجنيها بقى كويس كده بإيدك. وما تقوليش البصل كتير، والله ما كتير، وهتشوفي جربيها على ضمانتي. وشوفي بقى ان الكيلو اللحمة دي هتعملي كام رغيف حواوشي. بصي اول بقى ما تلاقيها بقى خلاص دخلت بقى كلها كده ودخلت في بعضيها. التركة بقى معلقة سمنة بلدي. معلقة سمنة بلدي على اللحمة هتنقلك طعم الحواوشي بتاعك في حتة تانية خالص، هيعجبك جدا. معلقة السمنة دي أو معلقتين السمنة لما يتضافوا على الحواوشي هينقلوه والله، هيخلوا طعمه جميل. وابتدي بقى اجيب العيش بتاعي. طبعا لازم استخدم عيش طازه يا جماعه، لازم في الحواوشي عيش طازه. انا النهارده مستخدمه العيش البلدي العادي بتاعنا ابو رده. وانا في العادي لما بعمل حواوشي بصراحه انا بحب العيش ده. بس انت طبعا تقدري تستخدمي، لو عندك العيش اللي هو السياحي ده الابيض استخدميه، اهم حاجه يكون طازه، يعني لسه جايباه من الفرن من شويه، ما يبقاش بايت، بايت هيتقطع منك، خلي بالك. وابتدي بقى اجيب الحواوشي بتاعي كوره كوره كده، وابتدي احشي الرغيف بتاعي. هو ده اتقطع مني اول واحد، لان انا يعني فتحته جامد، فخلي بالك وانت تفتحيه بالمقص بالراحه كده، وهيتحشي منك بمنتهى السهوله. بصوا اهم حاجه يا جماعه يكون طازه، لو مش طازه ممكن يتقطع منك بسهوله. بس وتبتدي بقى تحشيه بالطريقه دي. اهو شوفوا بقى. وكمان يا جماعة لازم العيش برضو يبقى مش محروق، يعني برضو تنقي الأرغفة اللي مش محروقة، يعني اللي هي لونها فاتح. اهو بصوا ما شاء الله عملت 20 رغيف. وكمان اتبقى شوية لحمة هشيلهم في الفريزر. انا يا جماعة في العادي لحمة الحواوشي انا لما بجيب لحمة بتبلها تتبيلة الحواوشي دي واشيلها في الفريزر، لما اجيب عيش طازة اطلعها واحشيها على طول تبقى جاهزة عندي. وابتدي بقى احضر الخلطة اللي انا او اللي انا هسقي بيه الحواوشي من فوق. 3 4 كده معالق زيت على معلقتين سمنه بلدي حلوين كده. اول ما نحطهم كده مع بعض وابتدي بقى، انا عندي طريقتين لتسويه الحواوشي، يا اما هحطه في الفرن لو هعمل كميه كبيره، يا اما اسويه من فوق. وانا هسويه لكم بالطريقتين النهارده. هجيب بقى الصاج اللي هدخله الفرن وادهنه بالسمنه والزيت اللي انا كنت عاملاه، بس ادهنه دهنه حلوه، دهنه حلوه حلوه يعني، خاصه لو لحمتك مش دسمه قوي. بس وابتدي بقى ارص العيش بتاعي، وبعد ما ارصه ادهن الارغفه كويس قوي من فوق، ولا ورق زبده ولا ورق فويل ولا حاجه، وهيطلع معاكي زي الفل. اعمليه بطريقتي، ولا ورق زبده ولا اي حاجه. ودخليه بس على فرن، بس اهم حاجه يبقى فرن عالي، درجه حراره 260، يدخل على الفرن عالي 10 دقايق وهتقلبي الوش التاني. ابتدي بقى اشوف اللي انا هسويه من فوق. اجيب طاسه كده جريل، بس تكون طبعا غير لاصقه، احط السمنه والزيت بتوعي وادهن الرغيف من فوق، وابتدي احط الرغيف على نار متوسطه. ده اللي فوق ده ما بياخدش يا جماعه يعني ايه 5 أو 7 دقايق على الوش ده، و5 و7 دقايق على الوش ده بيكون الحواوشي استوى معاكي وبقى خطير. انا بحب اللي من فوق اكتر يا جماعه، اكتر من بتاع الفرن. بس طبعا لو عامله كميه استحاله ان انا هقدر اعمل من فوق كل ده. فلو عامله كميه طبعا الفرن بينجزني، لان اهو بصوا ده بعد 10 دقايق اقلبه على الوش التاني. طري على فكره، مش ناشف، مش زي ما الناس فاهمه، لان هو ما شاء الله مدهون زيت وسمن. اهو كده بعد 20 دقيقه بقى، بصوا شكله جميل ازاي.
رائع رائع، ولا ورق زبدة ولا حاجة، والله احلى من بتاع المحلات 100 مرة، وده عن تجربة، وان شاء الله لما تجربوه هتعرفوا اللي انا بقوله لكم. لو انت حاسه ان هو ناشف منك شويه او انت مش بتحبي الناشف، تقدري تجيبي حله ويا دوبك تحطيه وتغطيه بالظبط 5 دقيقتين 3 5 دقايق بس، يتكمر زي ما بيقولوا، يتكمر كده فيهدى سيكه، يهدى شويه بسيطه يعني. وده بقى اللي من فوق، من فوق جميل جدا بقى. انا عن نفسي بصوا يعني انا على فكره بحب تسويه اللي من فوق اكتر. بصوا جماله، بصوا لونه حلو ازاي، رائع يعني. ده بعد كده بقى ابتدي بقى اقدمه، طبعا تقدميه مع سلطة طحينة، بابا غنوج، اي حاجة يعني. هو بصراحة يتاكل كده من غير اي حاجة يعني. هي كده وصفتنا خلصت، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. وصفة بسيطة وسهلة وموفرة على فكرة، يعني كيلو اللحمة بجد هيعمل لك كتير، وان شاء الله هيكفيكم ويفيد. وكمان تقدري يعني انا كمان بعمل يا جماعة رغيفة الحواوشي واشيلها في الفريزر كده زي ما هي، واطلعها تهدى بس، وابتدي ادخلها الفرن واسويها واستخدمها، يعني حتى طريقة منجزة. يعني بعمل بال20 رغيف مثلا واشيله في الفريزر، واطلع على حسب الطلب. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.